وليه لعيبه الكوره والفنانين بياخدوا ملايين ودكاتره وعمال ومهندسين مرتباتهم بتكفون بالعافيه لاخر الشهر؟ الاجابه مش زي ما انت فاكر. الرواتب مش بتتحدد على قد الاهميه، دي بتتحدد على قد الايراد. هتقول لي يعني ايه يا دكتور؟ شوف يا زعيم، لو انت مهندس مثلا وشغال في شركه، صاحب الشركه مش بيسالك شغلك مهم قد ايه، هو بيسالك سؤال واحد بس: انت بتدخل لي فلوس قد ايه؟ وكل ما شغلك بيزود المبيعات ويخلي الشركه تكسب اكتر، راتبك بيعلى. نفس الفكره بالظبط في الكوره والفن. النادي مثلا مش بيدفع للاعب راتب كبير عشان بيجري كويس، لا، بيدفع له لانه بيملى الاستاد، تيشيرتاته بتتباع، بيجيب اعلانات، بيكسب بطولات. وعندك محمد صلاح مثلا، راتبه جزء من الايراد اللي وجوده بيضيفه النادي ليفربول. والفنانين واليوتيوبرز نفس القصه، طالما الناس بتتفرج وبتسمع وبتعمل لايك يبقى في فلوس، وطالما في فلوس يبقى في رواتب. بس خد بالك، مش كل اللعيبه والمشاهير رواتبهم بالملايين. في مصر مثلا اكتر من 600 الف لاعب كوره في الانديه ومراكز الشباب وفي الساحات. لو قلنا 1% بس اللي بياخدوا ملايين، يعني حوالي 6000 لاعب. أنت متخيل الرقم ده؟ وال99 الباقيين مرتباتهم ممكن تكون اقل من وظائف كتير. ونفس الكلام بقى في اي مهنه، عندنا الاف الدكاتره، بس كم دكتور براند يا جماعه؟ بكده نقدر نقول السوق بيكافئ اللي عليه طلب كبير وبيجيب فلوس اكتر للي بيشغلوه، مش عشان شغله اهم. لكن والله الواحد بيتعجب منين الناس زعلانه من رواتب المشاهير العاليه، ومنين بيسمعوا اغانيهم وبيحضروا حفلاتهم وماتشاتهم ويشوفوا افلامهم، لان كل ده بيزود الطلب عليهم، وبالتالي رواتبهم هتزيد اكتر واكتر. يعني احنا اللي بنعمل من الفسيخ شربات.